لماذا المشير عبد الفتاح السيسي الراجل ده كان ممكن يطلب أي مبالغ أو أي تسهيلات أو أي منح وعطايا ومزايا من جماعة الإخوان وكانوا هيدوها له. طب أنا عايز الشعب كله يسأل، لو كان السيسي وقف مع الإخوان كان موقفنا عامل إزاي دلوقتي؟ تخيلوا لو كان البديل هو اختار الشعب وقف مع الشعب، لا خلينا ان هو وقف مع الاخوان، كانوا دبحونا وحرقونا كلنا. وانتوا شفتم قالوا هنقتلك يا سيسي، هنذبحك يا سيسي ونذبح مصر معاك، وهنحرقك ونحرق مصر معاك. والبلتاجي لما قال هذا الذي يحدث في سيناء سيتوقف في اللحظه التي يعلن فيها يتراجع فيها السيسي عن الانقلاب حسبما يدعي. يعني البلتاجي قال هنوقف سفك الدماء في سيناء. ابن مرسي لسه امبارح بيقول ان التفجيرات هتستمر لحد ما ابويا يرجع القصر. يعني بعد كل هذا الدم وهذا القتل عايزين ترجعوا للحكم تاني؟ هل الشعب المصري هيقبل الكلام ده؟ وبعدين انتوا غلبتونا معاكم يا جماعه الاخوان، مره تقولوا ان احنا ملناش دعوه بالارهاب وملناش دعوه بالتفجيرات، ودلوقتي تقولوا لا ده الارهاب التفجيرات ديت مش هتتوقف الا لما مرسي يرجع وابويا يرجع. لا انت ولا ابوك، وان شاء الله كلكم في السجن. وانا بوعدكم ان شاء الله، يعني الحسنه الوحيده في احالتي في اهانه القضاء ان انا هبقى انا ومرسي جوه قفص واحد، وانا اوعدكم هديله بالجزمه وانا في القفص معاك.